اتنين شباب بيحطوا عصير في الكاوتش الوسخ وبيدوا اتنين فقراء وبيقول لهم خدوا اشربوا من الكاوتش وهديكم 200 دولار، وبيكونوا مستغربين من اللي بيقولوه وبيقول لهم هتشربوا ولا امشي. وفي واحد بياخد الكاوتش وصاحبه بيحاول يمنعه بس عشان محتاج الفلوس بيشرب من الكاوتش، وبيكونوا بيصوروا فيديو وبيقول شفتوا بالفلوس انا ممكن اعمل اي حاجه، وبيحط عصير تاني في الكاوتش وبيقول للتاني اشرب منه واديه 500 دولار، والتاني برضه عشان محتاج الفلوس بيشرب من الكاوتش. وصاحب الفكره بيكون قرفان من اللي هو بيعمله، وبيكونوا الشباب ما عندهمش اي رحمه وبيعملوا كده عشان يتشهروا بس بيستغلوها بطريقه غلط جدا. وبيقول للمتابعين بتوعه شفتوا برضه بسبب الفلوس خليته يشرب من الكاوتش، وبيطلع بقى الفلوس وبيقول لهم ادي الفلوس اللي خليتكم تعملوا كده، وبيرمي الفلوس على الارض وبيذلهم، والاتنين بيبصوا عليه وبيزعلوا جدا من اللي هم عملوه. وبيقول لهم في تحدي احسن والمره دي هيكون ب 1000 دولار. التحدي هتلاقوا عصير على الكاوتش وانتوا هتلحسوا الكاوتش من بره وما يعرفش ان الشخص ده يبقى ابوه، وبيبص عليه وهو مصدوم ومش فاهم ازاي ابنه بيعمل كده، وبيقلع بقى الدقن والشنب وبيوروا له ان ابوه، وده لما بتصدم ماما بيشوف ان ده ابوه وبيقول له عقابا ليك انت مش هتخش البيت تاني واصرف انت بقى على نفسك.